مساء الفل عليكم. من الأكلات المحببة لقلبي ولقلب كل المصريين، هنعمل النهاردة كفتة الرز. جبت عندي الرز كده وغسلته ونقعته. عندك أنا بعمل كمية اللحمة بتكون نص كمية الرز، عايزة تزودي وتخليهم قد بعض مفيش أي مشكلة خالص، ده براحتك خالص. أنا بخلي الرز قد اللحمة مرتين. بفضل نقع الرز شوية كده لحد ما يطري معايا شوية، وبعد كده بفرده على حاجة أصفيه كويس جدا جدا الأول واسيبه ينشف، وافرده على حاجة لحد ما ينشف تماما. انا عايزه الرز ما يكونش فيه ميه نهائي، وانا هنا بوريكم ان الرز طري معايا شويه. بعد كده زي ما قلت لكم بفرده على ملايه نظيفه او فوطه نظيفه، واسيبه مثلا تحت مروحه ولا حاجه لحد ما ينشف ويرجع كاننا ما غسلناهوش اصلا. طبعا لو عندك رز اللي هو بيكون مغسول اصلا فدوت يعني يبقى كتر خيره وهتفرميه على طول. هنا بقى حطيته في الكبة وبدأت ان انا اطحنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو عندك مطحنتك بتفرم اكتر من كده يبقى كتر خيرها. انا استخدمت شوية في الكبة وشوية بقيت احطهم في الخلاط. بعد كده بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، عامل زي السكر البودرة زي ما انتوا شايفينه كده. بعد كده ببدأ ان انا اجهز المكونات بتاعتي معايا. طبعا كمان عايزه اقول لكم الرز ده كمان بيتباع جاهز مطحون كده لو انتوا عايزين توفروا الخطوه ديت يعني. بعد كده عندي بصل، عندي فلفل احمر، عندي ملح وبابريكا وكزبره وكمون وفلفل اسود وبهارات لحمه. لو مش عايزه خالص تمام مفيش اي مشكله، بحط فص ثوم، بحط نص قرن فلفل. ساعات بحط معلقه شعريه بتديكي تماسك حلو قوي للكفته. ومعايا طبعا الخضرة معايا متفرزة. هبدأ انزل بالخضار كله الاول في الكبة واضربهم كويس لحد ما ينعموا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وبعد كده هنزل بالبهارات عليهم، ملح فلفل اسود كمون كزبرة بهارات لحمة. أه هحطهم كده على الرز واقلبهم كويس كده في بعضهم شوية. طبعا الملح والحاجات دي بتبقى على حسب الكمية اللي انت عاملاها، زي كأنك هتطبخي رز عادي يعني، بس ما تزوديش قوي يعني. ونزلت عليهم بالخضار اللي احنا عملناه. وبعد كده هنزل كمان بالخضرة، لو عندك فريش برضو هتبقى جميلة جدا، بس برضو المجمدة دي برضو بتنفع بتبقى حلوة برضو. هبدأ دلوقتي انزل بكمية اللحمة اللي عندي نص كيلو من اللحمة. لو هتعملي نص كيلو بتعملي كيلو رز، لو هتعملي ربع كيلو بتعملي نص كيلو رز. عايزة تعملي نص رز ونص لحمة تمام مفيش اي مشكلة. هقلب كده كل الكلام ده كده في بعضه كويس. ممكن كمان تعملي كيلو الا ربع الاول كويس كده مع بعضهم كلهم، عشان لما ابدا احطهم على حسب ما بتحبي وعلى حسب كل حاجه متجانسه افراد العيله والتوقير كويس، وكل حاجه واخده من البهارات ومن اللحمه ومن الخضره ومن كل حاجه، ما تبقاش حاجه متكدسه في مكان وسايبه المكان التاني. بالشكل اللي انتوا شايفينه كده هبدا ان انا اضربهم واحده واحده على الكبه. انا عمرو بيديكوا لايك. افرم شويه شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تقليش على الكبه بتاعتك عشان ما تتحرقش يعني، خدي كبشه كبشه كده وفرميهم الاول وبعد كده شويه تانيين وراهم. بحط معلقه واحده كده من الشعريه، بتفرق جدا جدا معايا في كفته الرز، بتخليها متماسكه جدا يعني استحاله تفك معاكي. فرمتهم كلهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو تعرفي تنعميهم اكتر من كده، ولكن كان سلاح الكبه عندي بارد جدا. فانا عملتها بالشكل ده كده. اول ما تبدا ان هي تبقى بتتصبع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، يبقى هي كده مظبوطه على الشعره. نبدا بقى نصبحها. في الوقت ده تقدري ان انت تعينيها في الفريزر بالشكل ده، او تقدري ان انت تعمليها صوابع وتعينيها في الفريزر، او تقدري كمان ان انت تقليها وتعينيها في الفريزر، ولكن احنا هنعملها على طول. صبعتها كلها بالشكل دوت. وكفتة الرز من الاكلات الموفرة جدا وبتعمل معاكي كمية كبيرة جدا. تعالوا بينا كده بقى نروح على الزيت ونعمل لها الصلصة بتاعتها. شلت شوية من الخضار اللي احنا عملناه في الاول، البصل على الثوم على الفلفل، وحطيت عليهم شوية زيت كده، وهبدأ ان انا انزل عليهم الصلصة بتاعتهم. وهنا الزيت بتاع اللي انا هقلي فيه مشغلة الاتنين مع بعض كده، بحيث ان انا اطلع من هنا واحط على هنا. نزلت كده بكفتة الرز في الزيت، مش هتشقق ولا في ناس بتطير في وشهم تفرقع. لا ديت مظبوطة جدا وجميلة جدا جدا، وجربوها مش هتعملوها بره تاني، لان المكان بره بيبقى فيه بقايا لحوم من اليوم اللي قبله واليوم اللي قبل اللي قبله من اليوم اللي قبل اللي قبل اللي قبله، فطبعا ده خطر جدا.
بعد كده نزلت بالصلصه والتوابل عليها، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، ولو عندك بتحبي اللي هي المرقه حطي، هتبقى حلوه برضو. بعد كده حمرت الكفته اهوت. بجهز برضو بطاطس هنا، بحب ان انا احطها مع الكفته. هحطها في الكفتة كده الاول يا دوب تغلي غلوة بس، وبعد كده هنزل عليها بالكفتة. لو انتي عايزة تحطي الكفتة الاول عشان تبقى دايبة كده ومستوية كويس جدا، عادي مفيش مشكلة، حطيها الاول وبعد كده حطي عليها البطاطس. بحمر دور دور وبتطلع جميلة معايا ومتماسكة، بقلب فيها براحتي، ما بتفكش ولا اي حاجة. معلقة الشعرية بتخليها متماسكة فوق ما انتي تتوقعي. طلعت معايا الكمية كده زي ما قلتلك، تقدري انتي تفرزي منها وتقدري انتي تحطيها على طول في الصلصة. انا هحطها في الصلصه. بحب يوم الكفته دي تبصوا اوزع على كل حبايبي وكل الناس تاكل منها، جميله وهشه زي ما انتم شايفين كده. نسيت اقول لكم كمان ان انا بحط عليها نص معلقه من البيكنج باودر، بتديني الطراوه اللي انتم شايفينها كده من جوه. بعد كده اهو نزلتها في الصلصه، بسيبها تاخد وقتها تتري شويه وتستوي. ظبطي ملحها، وبألف هنا وشفا على كل اللي يجربها. بجد مفيش احسن من نظافه البيت وطعامه البيت وتوفير البيت كمان. جربوها هتعجبكم جدا، مش محتاجة يعني اي تكاليف. وكمان لو انت ما عندكيش كبة خالص، تقدري تعملي الحاجات ديت كلها في الهون بتاع البيت. زمان كنا بنعملها عادي في الهون وكانت برضو بتطلع جميلة جدا. بس كده هبقى اعملها لكم ان شاء الله برضو بصوص البصل من غير صلصة، وده كان شكلها كانت تحفة وطعمها جميل قوي. جربوها هتعجبكم جدا. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم من كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.